نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. أخبار عن اعتزاله. بنزيما يصدم الجميع بالاختفاء الكامل والهرب من جدة وإغلاق كل حساباته. تفاصيل القصة الأغرب. أين كريم بنزيما؟ هذا هو سؤال الساعة في جدة والعالم اليوم. لا أثر للمهاجم الفرنسي في العالم الافتراضي أو في المملكة العربية السعودية أو حتى مدريد التي قيل أنه توجه فجأة نحوها. فما الذي يحصل مع كريم؟ وأين هو اليوم؟ وهل سيعود إلى نادي الاتحاد أم أنه أعلن تمردا من نوع خاص لم نشهده في السابق من لاعب من هذا المستوى؟ أسئلة كثيرة تراود عشاق نادي الاتحاد وعشاق اللاعب على حد سواء، فهو مر بظروف صعبة كثيرة في مسيرته المهنية ولم يقم بردة الفعل هذه على الإطلاق من قبل. حاليا لا أثر لكريم، ناديه يبحث عنه وعشاقه في حالة قلق متزايد على لاعبهم. هذه ليست من عادات بنزيما على الإطلاق، لم يتفاعل مع أحد وطلب الرحيل لمدة وجيزة وفق الرواية الرسمية للنادي، لكن التفاصيل الخفية مقلقة لأبعد حد ممكن. عانى بنزيما في مسيرته من أزمات قضائية في فرنسا على مدى أعوام، وكان في قلب عاصفة أخلاقية في المحاكم، ووصف بأحقر النعوت في فرنسا، ولم نره أبدا متراجعا أو متأثرا داخل الميدان ولا خارجه. تم استبعاده من تشكيلة منتخب بلاده مرارا، وحصلت معه خلافات كثيرة حتى في مدريد، وطالبت الجماهير لفترة طويلة ببيعه قبل رحيل رونالدو، لكنه بقي صامدا في مكانه حتى بات أحد أساطير النادي ولم يختفي يوما. بقي يواجه الجميع ولا يأبه لأي عامل خارجي إلى أن توج بكرة ذهبية مستحقة. فما الذي تغير اليوم؟ ما يشاع في الإعلام هو أنه تأثر كثيرا بالانتقادات التي وجهت إليه من قبل جماهير الاتحاد بعد الخسارة أمام النصر، وهو ما دفع به إلى إغلاق حسابه على إنستغرام كليا كي لا يقرأ التعليقات، وقرر مغادرة جدة إلى مدريد، وهذا ما يعتبر سابقة لدى كريم. لكن ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية من تطورات هو أن نادي يحاول الاتصال به دون جدوى، وهو غير قادر على التواصل معه على الإطلاق. فيما كشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن أن استبعاد بنزيما من قائمة الاتحاد مؤخرا جاء بعد غياب اللاعب عن العديد من الحصص التدريبية التي أجراها الفريق بعد الخسارة التاريخية أمام النصر، وأشارت إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يغيب فيها المهاجم الفرنسي عن الحصص التدريبية لنادي الاتحاد منذ الانضمام إلى الفريق في صيف 2023. ولم يتضح غياب كريم بنزيما عن عديد الحصص التدريبية بعد كلاسيكو النصر بسبب الإصابة أو أنها لأمور أخرى متعلقة بتمرد اللاعب، خاصة أنه يعيش أياما عصيبة داخل نادي الاتحاد. هل سيعود بنزيما إلى الاتحاد أم أنه سيستمر بالاختباء في مدريد ويعلن حالة التمرد لنصل إلى أول حالة هروب من الدوري السعودي؟ إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.